يا مساء الفل. أهلا بيكم في حلقة جديدة من التاريخ الصامت. حلقة مش عادية، حلقة لو اتذاعت في بعض الدول ممكن الكهرباء تقطع فجأة، ولو اتسمعت في بعض القصور ممكن حد يبلع ريقه غلط. النهاردة مش جايين نحكي عن دولة ولا عن نظام ولا عن أزمة عابرة. النهاردة جايين نحكي عن قارة كاملة، عن إفريقيا. بس مش إفريقيا اللي في كتب الجغرافيا ولا إفريقيا الفقيرة اللي تعودنا نشوفها في التقارير، لأ، إفريقيا الجديدة. إفريقيا اللي بيتعاد رسمها وبيتكتب لها سيناريو جديد، وسيناريو عنوانه الكبير: مين هيقود القارة؟ وهنا المفاجأة، مش أمريكا لوحدها ولا الصين ولا فرنسا اللي بقالها 1000 سنة فاكرة نفسها صاحبة المكان وفي الأخير فقدت مكانها وخرجت. المفاجأة إن في دولة إفريقية هادية ساكتة، مش بتزعق، مش بتعمل مؤتمرات كل أسبوع، بس شغالة شغل تقيل. دولة بتتحرك وكأنها عارفة إن الكرسي فاضي، وإن اللي هيقعد عليه مش اللي صوته أعلى، لكن اللي أعصابه أبرد وشبكته أوسع. وأكتر حاجة تخلي الموضوع سخن إن اسم ترامب داخل على الخط. الراجل اللي ما بيلفش ولا بيحب الكلام الدبلوماسي الفاضي قرر حسب تسريبات وتقديرات سياسية متداولة إنه يراهن على المغرب، مش حباً، مش رومانسية، لكن لأن الراجل ده بيفكر بعقلية مين ينفذ. والمغرب بقيادة الملك محمد السادس واضح إنه مش ناوي يفضل لاعب جانبي. في اجتماعات حصلت، تنسيقات شغالة، تحالفات بتتبني في الهدوء من غير كاميرات، من غير هاشتاجات. وفي المقابل في دولة تانية كانت فاكرة نفسها رقم صعب، لكن لقت نفسها فجأة بره الحسابات. دولة لسه بتتكلم بلغة شعارات قديمة وتلعب على ملفات خطيرة وتتحالف مع أطراف بتقلق أي حد بيفكر في استقرار القارة. أيوة، إحنا بنتكلم عن الجزائر. حلقة النهاردة مش شتيمة ولا تهريج فاضي ولا حماس وطني أعمى. إزاي المغرب بيتحول من دولة حدود لدولة محور؟ ليه أمريكا شايفة فيه مفتاح إفريقيا؟ إزاي الملك محمد السادس بيبني قيادة من غير ما يقول أنا القائد؟ وليه الجزائر بتتحول من لاعب إلى عبء؟ وإفريقيا ليه اختارت الاستقرار مش الشعارات؟ خليك معانا، لأن اللي جاي مش بس هيزعل ناس، اللي جاي هيفهمك إفريقيا رايحة على فين ومين هيقعد على العرش. بس قبل ما نبدأ، عايزكم يا حبايبي إنكم تولعوا الفيديو ده باللايكات والتعليقات عشان نمنع الذباب الإلكتروني زي العادة إنه ينجح في شغلته. هم عايزين يخرسوا صوتنا ويمنعونا من الكلام، لكن أنا واثق في الجيش بتاعنا. يلا بينا، يلا بينا. بص يا سيدي، انت طول عمرك متعود تشوف دول في أفريقيا شاطرة قوي في حاجة واحدة، يا إما تزعيق، يا إما بيانات نارية، يا إما قمم شكلها كبير ومضمونها فاضي. المغرب لعب لعبة تانية خالص. المغرب قرر من بدري إنه ما يبقاش دولة على الخريطة، لكن دولة الخريطة بتترسم حواليها. يعني إيه؟ يعني بدل ما يقعد يستنى قرارات من بره، قالك خليني أنا أبقى اللي الكل محتاجه. أول حركة ذكية عملها المغرب، رجع لأفريقيا من باب المصالح مش من باب الخطابات. بنوك مغربية منتشرة في غرب ووسط أفريقيا، استثمارات في الفلاحة، الطاقة، البنية التحتية. شركات مغربية بقت شريك أساسي في اقتصاد دول أفريقية كاملة. يعني المغرب ما راحش يقول لهم إحنا إخوة، راح قال لهم إحنا شركاء نكسب سوا. واللي بيفهم سياسة يعرف اللي ماسك الاقتصاد ماسك القرار بعد شوية. الدين بس من غير تطرف ولا شعارات، ودي نقطة تقيلة قوي وأغلب الناس مش واخدة بالها منها. المغرب لعب على ملف الدين، بس مش بطريقة الجماعات ولا بطريقة الأنظمة اللي بتستخدم الدين شماعة. إمارة المؤمنين، تكوين الأئمة الأفرقة، إشراف ديني معتدل من غير تصدير فكر، من غير فرض وصاية.
النتيجة دول أفريقية كتير بقت شايفة المغرب كصمام أمان ديني في قارة الإرهاب فيها بياكلوا الأخضر واليابس. وده مهم ليه؟ لأن أمريكا وأوروبا لما بيبصوا لأفريقيا أول سؤال مين هيوقف التطرف؟ والمغرب هنا كان جاهز بالإجابة. خلينا نبقى صراحة، مكافحة الإرهاب مش شعارات، دي معلومات، استخبارات، تنسيق وثقة. المغرب اشتغل بهدوء مع أجهزة عالمية بمستوى خلاه في نظر قوى كبرى شريك موثوق، مش بيسرب، مش بيلعب على الحبلين، مش بيستثمر في الفوضى. وده اللي خلى دول كتير تشوفه مش كدولة بتطلب دعم، لكن كدولة بتقدم خدمة، والخدمة دي اسمها الاستقرار. المغرب عمره ما قال أنا عايز أحكم أفريقيا، بس كل تصرفاته بتقول أنا مستعد أتحمل مسؤوليتها. وده فرق رهيب. الهيمنة فرض، القيادة ثقة. وأفريقيا بعد سنين من الاستغلال بقت أذكى من إنها تبلع شعارات. هنا بقى السخرية المرة. الجزائر لسه بتتكلم كأننا في سبعينات القرن اللي فات، شعارات ثورية، خطابات حماسية، لكن على الأرض إيه؟ لا اقتصاد أفريقي مربوط بيها، لا دور ديني معتدل، لا ثقة أمنية كاملة، تحالفات غامضة تقلق أكتر ما تطمن. يعني بينما المغرب بيلعب سياسة القرن ال21، الجزائر واقفة في القرن ال20، وتستغرب ليه الناس عدت من جنبها. المغرب مصحاش الصبح وقال أنا زعيم أفريقيا. المغرب اشتغل لحد ما الآخرين ابتدوا يقولوا هو اللي نقدر نعتمد عليه. وده اللي خلى أمريكا، وخاصة في عقلية زي عقلية ترامب، تشوف فيه أداة تنفيذ مش عبء سياسي. خليك فاكر حاجة مهمة أوي، ترامب مش سياسي تقليدي. ترامب تاجر دخل البيت الأبيض. يعني لما يبص على إفريقيا ما بيشوفش تاريخ ولا شعارات تحرر ولا بيانات عدم انحياز. ترامب بيبص ويقول مين ينجز؟ مين يسيطر؟ مين يضمن لي إن النار ما تولعش وتوصل لي؟ ومن هنا دخل المغرب على الرادار. ترامب طول فترة حكمه كان واضح، ما بيحبش الأنظمة المهزوزة، ما بيحبش اللاعبين المزدوجين، ما بيحبش الدول اللي كل شغلها خطابات. هو عايز شريك هادي، قرار مركزي، تنفيذ سريع. والمغرب تنطبق عليه المواصفات بالحرف: ملكية مستقرة، مؤسسات أمنية فعالة، سياسة خارجية بلا هستيريا، ما عندوش عقدة إثبات ذات بالصوت العالي. وده بالظبط اللي أمريكا كانت محتاجاه في إفريقيا. خليك صريح مع نفسك، إفريقيا في نظر أمريكا تساوي إرهاب وهجرة وفوضى وصراع نفوذ. ترامب مش عايز يبعت جنود ولا يصرف فلوس ولا يدخل مستنقعات جديدة. هو عايز وكيل محلي ينفذ، يضبط، يحتوي، وما يكونش فاسد متورط مع جماعات مشبوهة، عنده مزاج ثوري. وهنا بقى الجزائر وقعت من القائمة. خلينا نكون واضحين ومن غير دبلوماسية. الجزائر بالنسبة لعقلية ترامب كانت نظام غامض، خطاب مزدوج، علاقات مقلقة، ملفات حساسة مع جماعات مسلحة في الساحل، يعني دولة ما تطمنش. ترامب ما يحبش النوع ده. ترامب يحب اللي يقول تمام هنعمل كذا في الوقت الفلاني بالنتيجة الفلانية. الجزائر بتتكلم كتير بس التنفيذ مربك. وهنا نقطة لازم تتقال، ترامب ما كانش بيحب المغرب، ترامب بيستخدمه، بس استخدام ذكي من الطرفين. أمريكا عايزة استقرار بأقل تكلفة، المغرب عايز شرعية قيادة إقليمية، صفقة نظيفة. ومن هنا بدأت تظهر إشارات: دعم سياسي واضح، غض طرف عن أدوار إقليمية، ثقة في الملفات الأمنية. مش إعلان رسمي، لكن في السياسة السكوت أوقات بيبقى تفويض. في دوائر سياسية غربية وفي تقارير غير معلنة وفي كلام بيتقال off the record، ابتدينا نسمع عن تنسيقات أمنية موسعة ولقاءات هادئة مع أطراف إفريقية وتصور لدور مغربي في الساحل وإعادة ترتيب النفوذ بعيداً عن أنظمة مقلقة.
ولا حد طلع كذب الكلام ده بشكل قاطع. واللي بيفهم سياسة يقولك لو كانت إشاعات غلط كان زمانها اتدفنت. خلينا نلخصها ببساطة: الجزائر توتر داخلي، غموض أمني، شعارات، خطابات، علاقات مقلقة. المغرب استقرار، شريك أمني، هدوء، تنفيذ، تحالفات محسوبة. وعشان كده وانت بتسمع اسم المغرب في دوائر القرار بتلاقي اسم الجزائر غايب، مستبعد، محارب، بس مش مطلوب. ترامب ما سلمش إفريقيا للمغرب رسمياً، لكن فتح له الباب وقال له من غير ما يقول اشتغل وأنا مش هعطلك. وفي السياسة الدولية دي رسالة تقيلة قوي. خليك مركز معايا. أخطر نوع قيادة في السياسة هي القيادة اللي ما بتعلنش عن نفسها. الملك محمد السادس عمره ما طلع قال أنا زعيم إفريقيا، ولا قال المغرب هيقود القارة، بس في المقابل كل تحركاته بتقول أنا بحضر الأرض، واللي فاهم فاهم. فعالم إفريقي مليان خطابات نارية وقمم شكلها كبير وزعماء بيتخانقوا قدام الكاميرات. المغرب اختار طريق مختلف: السكوت زائد الفعل. يعني إيه؟ يعني بدل ما تسمع تصريحات تلاقي زيارات ملكية محسوبة، اتفاقيات بتتوقع بعيد عن الضجيج، شراكات طويلة المدى مش لقطة إعلامية. وده يخلي دول إفريقية كتير تحس الراجل ده مش جاي يستعرض، ده جاي يكمل. واحدة من أذكى الحركات المغربية هي الابتعاد عن فكرة أنا الكبير وإنت الصغير. المغرب داخل إفريقيا بمنطق شراكة، تبادل، مصالح متقاطعة، مش بمنطق أنا أديك تعليمات. وده فرق كبير عن نماذج تانية، سواء قديمة زي فرنسا أو جديدة زي بعض القوى الصاعدة. إفريقيا تعبت من الوصاية، والمغرب فهم الرسالة بدري. خلينا نخش على المنطقة الحساسة شوية. في الساحل وغرب إفريقيا في جماعات متطرفة، ميليشيات، شبكات تهريب، وتداخل مرعب بين السياسة والسلاح. المغرب مش داخل المنطقة دي بجيوش ولا بقواعد ولا بعنتريات، داخل بمعلومات، تدريب، تنسيق، دعم استخباراتي غير معلن. وده النوع اللي تحبه الدول لأنه بيساعد من غير ما يحرج. وفي السياسة أكتر حاجة تخلي حد يثق فيك إنك تشتغل من غير ما تقول إنك بتشتغل. نرجع لنقطة الدين تاني عشان هي محورية. الملك محمد السادس مش بس رئيس دولة، لكن عنده شرعية دينية مش موجودة عند أغلب زعماء القارة، ودي حاجة بتفرق قوي في مواجهة الجماعات المتطرفة. تكوين أئمة، نشر خطاب ديني متوازن، مواجهة التطرف بالفهم مش بالقمع بس. وده يخلي المغرب في عين شركاء دوليين حل مش مشكلة. في الفترة الأخيرة ابتدينا نسمع في كواليس السياسة عن لقاءات غير معلنة، تنسيق مع أطراف دولية، تفاهمات حول أمن القارة، تصور لدور مغربي ضامن. هل في وثائق منشورة؟ لا. هل في نفي رسمي؟ برضو لا. وفي السياسة غياب النفي أحيانا أقوى من 1000 تأكيد. وهنا بقى يظهر الفرق بوضوح. بينما المغرب بيبني تحالفات وبيهدي نزاعات وبيقدم نفسه كوسيط، الجزائر داخلة في خصومات، بتدعم أطراف انفصالية، بتتحالف مع أنظمة عندها سجل أمني ملقق. يعني بدل ما تكون جزء من الحل بقت في نظر كتير جزء من المشكلة. الملك محمد السادس ما بيقودش إفريقيا بالخطابات، لكن بالشرعية والاستقرار والتحالفات الهادية، وده أخطر وأذكى نوع قيادة. خلينا نتفق من الأول على حاجة مهمة. المغرب لما يبص للجزائر النهاردة مش بيبص لها بعين خصم تقليدي، لكن بعين ملف أمني مفتوح، وده فرق خطير. الخلاف المغربي الجزائري قديم، بس اللي جديد إنه بقى خلاف على الدور. المغرب شايف نفسه ضامن استقرار، وسيط، وشريك موثوق، وفي المقابل الجزائر في قراءات مغربية وغربية بتتصنف بشكل متزايد كدولة بتلعب على حواف الفوضى. مش بالضرورة إنها بتصنعها مباشرة،
لكن بتستفيد من بقائها. في إفريقيا الهشة أي دعم الانفصال يساوي شرارة ممكن تولع دولة كاملة. المغرب بيقول الدولة الإفريقية محتاجة تماسك مش تفكيك، لكن الجزائر لسه بتتعامل بمنطق اضرب خصمك من الأطراف، وده في نظر قوى دولية كتير بقى خطر مش سياسة، لأن النهاردة انفصال يساوي ميليشيات، يساوي تهريب، يساوي إرهاب. خليك معايا هنا، لأن دي المنطقة اللي بتطلع كل المستور. الساحل الإفريقي جماعات مسلحة، تنظيمات متطرفة، تداخل بين الجريمة والأيديولوجيا. وفي تقارير أمنية غربية وفي نقاشات مغلقة بيطلع دايما نفس السؤال: مين بيلعب دور إيجابي ومين سايب الباب موارب؟ المغرب بيقدم نفسه كشريك أمني، مصدر معلومات، عنصر احتواء. الجزائر الصورة ضبابية، مش اتهام مباشر لكن غياب وضوح، وده لوحده كفاية يخوف. السياسة مش نوايا، السياسة شبكة علاقات، والجزائر في السنين الأخيرة قربت من أطراف عندها تاريخ مع عدم الاستقرار، عندها سجل ملتبس مع جماعات مسلحة بتصطدم مع الغرب باستمرار، وده يخلي أي حد بيفكر في استقرار إفريقيا يحط علامة استفهام كبيرة. المغرب على العكس بيختار شركاء مفهومين، متوقعين، قابلين للتنسيق، وده فارق قاتل. من زاوية مغربية الخطر مش إن الجزائر عدو، لكن إنها بتشجع التفكك، بتغذي نزاعات، بتشتغل بعقلية قديمة في زمن كل حاجة فيه بتتحسب بالأمن والاستقرار، وده يخليها مش بس خارج الحسابات لكن ضد اتجاه القارة. الدول الإفريقية النهاردة مش بتسأل مين كان ثوري زمان، بتسأل مين هيحميني، مين هيستثمر، مين مش هيجرني لحروب. وعلى الأسئلة دي المغرب عنده إجابات، الجزائر عندها خطابات. المغرب لما يتحرك في إفريقيا شايف إن أي فوضى هتوصل له في الآخر، علشان كده شايف إن بعض أدوار الجزائر مش بس مزعجة لكن خطرة. خلينا نقول الحقيقة من غير تجميل. إفريقيا كبرت عن دور الضحية، كبرت عن لغة العدو الإمبريالي، كبرت عن الزعماء اللي عايشين على أمجاد قديمة. الدول الإفريقية النهاردة بتفكر بعقلية جديدة: أنا عايزة أعيش مش هتحمس. زمان كان يكفي إنك تقول أنا ضد الغرب علشان تكسب تعاطف، دلوقتي ولا حاجة. الدولة الإفريقية بتسأل: هتأمن حدودي؟ هتستثمر عندي؟ هتساعدني أواجه الإرهاب؟ ولا هتستعملني كساحة صراع؟ وهنا بقى يظهر الفرق. المغرب ما دخلش إفريقيا كأخ أكبر ولا زعيم تاريخي، دخل كشريك عقلاني، استثمار من غير إهانة، تعاون أمني من غير احتلال، دعم ديني من غير تطرف، علاقات من غير وصاية. وده النوع اللي إفريقيا محتاجاه بعد عقود من الخيبات. في المقابل الجزائر لسه بتشتغل بمنطق محاور واستقطاب وصراعات بالوكالة، وده كان ينفع زمان، لكن دلوقتي الدول الإفريقية بتشوف الكلام ده وتقول إحنا مش ناقصين، مش لأن الجزائر دولة ضعيفة، لكن لأنها مش متماشية مع المزاج الجديد. المنطقة دي بالذات فضحت كل حاجة. الدول هناك محتاجة معلومات وتدريب وتنسيق ودعم حقيقي، مش محتاجة خطابات وتصفيات حسابات ولعب على التناقضات. والمغرب في المنطقة دي بيقدم نفسه كمهدئ مش كمحرض، وده خلى الثقة تتبني مش في العلن لكن في الميدان. مهم نفهم النقطة دي. الجزائر ما ترافضتش بقرار دولي، محدش قال اطلعوا بره. اللي حصل أبسط من كده، العالم عدى من جنبها. لما تكون خطابك قديم، تحالفاتك مقلقة، أدوارك ملتبسة، الناس بتختار بديل، والبديل في الحالة دي كان المغرب. إفريقيا النهاردة مش عايزة قائد يزعق، عايزة قائد يحل، والمغرب فهم ده بدري قوي.
خلينا نهدي اللعب شوية ونطلع بره حالة الحماس ونتكلم بعقل بارد. أي حد ذكي لازم يسأل نفسه السؤال ده: هل اللي بيحصل ده مشروع حقيقي بجد ولا مجرد قراءة متفائلة زيادة عن اللزوم؟ الإجابة باختصار: الموضوع مش مبالغة، بس في نفس الوقت مش إمبراطورية بالمفهوم القديم. أول حاجة لازم نفهمها: القيادة النهاردة مش معناها إنك تبقى ملك القارة. القيادة معناها توجه ورؤية واضحة، تأثير ملموس، قدرة على التنسيق بين الكل، ثقة متبادلة مع أطراف مختلفة. والمغرب شغال بالظبط على النقط دي. هو مش عايز يحكم إفريقيا زي ما فرنسا كانت فاكرة، ولا يسيطر عليها اقتصادياً بأسلوب الصين. هو عايز يكون العقل اللي بيظبط الإيقاع. إفريقيا حالياً مليانة فراغات، فرنسا بتنسحب وبترجع لورا، أمريكا بتدور على وكلاء يثق فيهم، الصين موجودة بقوة بس شعبياً مش محبوبة، روسيا بتلعب لعبة خشنة قلقت الكل. في اللحظة دي لما تلاقي دولة زي المغرب مستقرة وعندها شرعية وعلاقتها متوازنة مع الكل، بتبقى هي المرشح الطبيعي. لما تسمع عن لقاءات من تحت لتحت وتنسيقات أمنية وتفاهمات مع القوى الكبرى وكلام عن مستقبل منطقة الساحل، وتلاقي إن مفيش نفي ومفيش توتر، بل بالعكس في هدوء وثقة، يبقى في طبخة بتستوي. ده مش مجرد إعلان، ده تأسيس لواقع جديد. ليه أمريكا وبالذات ترامب موافقة؟ لأن المشروع ده مش مكلف مادياً، مش صدامي، مش محتاج جنود أمريكان على الأرض، وبيجيب نتائج سريعة. وترامب بيعشق النوع ده من الصفقات، وأمريكا كدولة مؤسسات هتكمل في الطريق ده حتى لو الأشخاص اتغيروا. وبالنسبة للجزائر، الجزائر مش مستهدفة، هي الفكرة إنها مش جاهزة. خطابها السياسي قديم، تحالفاتها بتقلق القوى الكبرى، أدوارها مش واضحة، وما قدمتش نفسها كحل للمشاكل. فالمشروع بيتبني حالياً من غيرها. دي مش مؤامرة، دي نتيجة طبيعية للواقع. إحنا مش قدام إعلان بيقول المغرب بيحكم إفريقيا، إحنا قدام حاجة أذكى بكتير. المغرب بيقود من غير ما يقول إنه بيقود، وده أصعب وأقوى ونفسه أطول بكتير. في آخر الكلام نرجع لسؤالنا الأول: مين هيقود أفريقيا؟ الإجابة مش اسم دولة ولا ملك ولا رئيس، الإجابة هي اللي يضمن الاستقرار ويفهم قواعد اللعبة الجديدة. المغرب فهم واشتغل وساب النتائج هي اللي تتكلم، أما اللي فضل يزعق وعايش في الماضي وبيراهن على الفوضى لقى نفسه بره الكدر وبيسأل باستغراب: هو احنا اتنسينا ليه؟ أفريقيا ما نسيتش حد، أفريقيا اختارت، واختيارها كان الهدوء بدل الصراخ، والعقل بدل الشعارات، والقيادة من غير ميكروفون.